اتلعبت ضربة البداية. وليد بيلعبها لابراهيم، وابراهيم بيعدي مجدي طلبة في الدقيقة الأولى، وكاد مجدي طلبة جماهير القافلة الحمراء. داخلين على الدقيقة 3 وفوق متشاطة حلوة. مركز الصواريخ بيشوط في النادي الأهلي. أبو الدهب ما شاء الله 19 بيلعبها لمجدي وبتحطها له وشاطها من كام بطريقة 5، يعني بيعتبر خط وسط مهاجم والكرة طويلة، انما بيتبع وليد صلاح الدين وبيرقص وليد بس تطوح. يا غلطة واستغلها وليد صلاح الدين، استغلها كويس قوي وليد صلاح الدين من تعاقد معاه، قدم مباريات كويسة وما شاء الله ضمن افراد المنتخب القومي. وتترد وتشاط، برافو يا شوبير، كورة مفاجأة حلوة وفيها فكرة، وانما شوبير صاحي واتلعبت من ادي الحيطة وترجع تاني لفوزي وبيشوط احمد شوبير ويحط 14 سنة خبرة ويطلعها كورة. وتاني احمد شوبير اندمج شوبير دلوقتي في الجيم وسخن، لان مشير حنفي داخلين على الدقيقة 20 لابو الدهب ومناورات لايجاد ثغرة وفك طلاسم خطة الاسماعيلي. يقود هادي خشبة احدى الهجمات من ناحية الشمال وبيفوت هادي وبيراقص بيشيل عبد الصمد الحرس الخصوصي بتاعه وبيلعبها داخل الصندوق، انما بتطلع وتترد تاني فوق. هجمة كويسة للنادي الاهلي وحسن بيتكلم نفسه يا ابراهيم نزل الكرة شوية، هو بيعاتب نفسه، وهو طبعا لان الكرة مقشرة وبيحس لعيب الكرة كان يقدر يلعبها احسن من كده، فباين قوي. واحد وداخلين على الدقيقة 22 وابو الدهب والحائط البشري والتعادل 0-0. طبعا ابو الدهب هنا وحمزة، بس حمزة احتياطي هناك، هما مدفعجية الاثنين وداخل ابو الدهب وبيشوف كرة ارضية، انما برافو يا سعفان. صحيح هي مش جامدة قوي، انما في الحيطة وفي ظروف الحيطة والظروف الصعبة نقول برافو يا سعفان، لان الكرة ارضية وممكن ما كانش يشوفها، انما سعفان صاحي. الساعة 9:15 عندنا لسه طبعا سعفان صاحي ماتش بالليل ويصد الكرة ب3 وشوش. فهو النهارده بنقول له لا، ده حسام حسن ليه الوش الجميل اللي جابه برتغال انه هداف مصر وهداف النادي الاهلي. وادي اسامه عربي بيلعب كرة حلوه قوي لمجدي، ومجدي طلبه برجله اليمين وتترد تاني لنخله ونخله لحسام، حط حسام بره وهو طبعا هجمه حلوه جدا وياخد كورنر. حسام كوره حلوه قوي عملها مجدي طلبه بالرجل اليمين على غير العاده، انما بتتخطف من قصاد حسام حسن وتطلع كورنر. لسه بقول لكم ان هو كبير الهدافين للقافله الحمراء وجاب جولين برضو في الماتشين اللي فاتوا، كان بيتمتع بيه لاعبو الاسماعيلي بقياده المرحومين رضا وشحت والعربي وميمي درويش، يبقى ويسري طربوش وامير والسقا وحوده. والكاتب الكبير المرحوم نشوف هادي خشبه هيعمل ايه، لعبها لحسام وحسام لعبها جوه الصندوق مدي، هنشوف جمال الغندور مدي فاول على حدود المنطقه اهي. حسام لعبها لاحمد مزقوق، احمد نخله مزقوق من احمد قناوي واقع جوه الصندوق، انما الفاول مدي الغندور من بره ومدي انذار. والكاتب الكبير مرحوم نجيب المستجاوي اطلق لقب الدراويش لوجود مجموعه كبيره تحمل هذا اللقب على الاسماعيلي، واللقب ده وجد صداه لدى جماهير الكره المصريه حتى الان، واصبح الهتاف المميز لجماهير الاسماعيلي دراويش. الفاول للنادي الاهلي، وابو الدهب هو متخصص في الكور البعيده، هل يا ترى يجيب التسديد من على حدود منطقه الجزاء؟ اصعب موقف قابله الاسماعيلي في مشواره الطويل موسم 57-58 لما هبط لدهاليز المظاليم، وكافح 4 مواسم لغايه ما عاد بقوه لدوري الاضواء والشهره موسم 62-63. بيتمسك جمال الغندور بال10 ياردات، وحسام وابو الدهب اعتقد حسام هو اللي هيلعب، وحسام لان زي ما بقول لحضراتكم هو مش متخصص في الكور من المسافات القصيره، ابو الدهب كل واحد ليه تخصص. انما الفاولات انا تقريبا انتهى الوقت الاصلي وجمال الغندور بيلعب في الوقت الضايع 25 ثانيه بعد ال 45 دقيقه، ومجد الصياد
وهادي خشبه وبشير عبد الصمد لمجدي الصياد لابس 11 مجدي لعبد الرؤوف بيلعبها لبشير وبشير يلاقي شوبير انه مش هيلحقها ويرجع وكورنر للاسماعيلي في الوقت القاتل والشوط الاول يلفظ انفاسه الاخيره وضربه ركنيه للاسماعيلي. تعادل 0-0 داخلين على الدقيقه 46 والكورنر اتلعب ورا لاحمد حسن واحمد حسن عايز يفوت من مجدي وتطول من احمد وترجع تاني وتتشاط ياخد تاني كورنر النادي الاسماعيلي لهادي لابراهيم. هيبقى النادي الاهلي على يمينك بالفانيلات الحمراء والنادي الاسماعيلي على شمالك بالفانيلات الصفراء. محمد يوسف يقود احدى الهجمات للقافله الحمراء انما الكره الطويله بتتقطع من احمد قناوي وبترجع لمحمد صلاح ابو جريشه. اول لمسه لمحمد صلاح تتخطف حسام حسن عامل مجهود كويس حسام وبتتلعب لهادي وهادي عاوز يرقص وبتتلعب تاني لحسام يقدر يشوط برجله حسام حسن انما والله شفت تطلع بره على شمال سعفان الصغير يا شفته حسام قطعها هناك وبناها وتابع ومجهود كبير جدا وطبعا داخل مربع العمليات وهو منطقه الجزاء هي منطقه نفوذ حسام حسن انما الكوره جت على رجله الشمال يحطها بره. وادي الاعلام الحمراء النهارده بنلعب طبعا في استاد القاهره هو الملعب الرئيسي للنادي الاهلي وقبل الماتش قابلت انا زميل احمد بزان رئيس رابطه مشجعي الاسماعيلي وجايب برضه رحلات لجمهور الاسماعيلي والحقيقه ماتشات الاسماعيلي والاهلي في السنه اللي فاتت كان في تشجيع حضاري من جماهير الاسماعيليه ودي في طلبه في رضا عبد العال وهشام حنفي سخنوا بين الشوطين. اعتقد ان ممكن قوي اللي واضح لي ممكن مجدي يخرج وينزل رضا عبد العال ممكن هشام حنفي يعني واضح قوي ان اعتقد ده اول تغيير يمكن يعمله راينر وهشام حنفي بتلعب حلوه لحسام وحسام بيشوط كوره من بره من بره من بره من بره من بره حط هو بيقول كورنر جمال الغندور هنشوف جمال الغندور مدي ايه. حسام حسن بيقول له اهي لمها حلو بمهاره فيرويد ولف لان ممسوك حسام وده موقف صعب الراس الحربه انما لما اتلعبت لحسام حسن حسام استلمها وتخلص كويس من احمد رزق وانفرد وبيغطي عليه فوزي جمال وبيشوط تطلع من بره وحسام بيقول جت اسماعيلي السنه اللي فاتت هينزل مكان بشير عبد الصمد او نزل مكان وبرضه النادي الاهلي بيقيم حفل الساهر الكبير مساء الخميس يعني ثاني يوم افتتاح الدوره بمناسبه الفوز بطوله وكاس مصر وبنقول لسه احتفال بطوله الدوري والكاس واتشاطت كوره فوق العارضه من رضا عبد العال اهي لعبه هات وخد وتروح لرضا ورضا من زاويه صعبه بيشوطها فوق العارضه. فالنادي الاهلي بيقيم حفله الساهر يوم الخميس 5/9 ثاني يوم من احتفاظ الكثير والكثير من منتخبنا القومي وان شاء الله الصحافه والاعلام تقف معاك يا خطيب ومع فاروق جعفر. وادي رضا وكورنر هشام حنفي كالعاده رضا بيلعب من ناحيه الشمال وهشام بيلعب الكورنر من ناحيه اليمين. الفرص الحقيقيه نادره والكره العاليه وحسام حسن وترجع على مشير كاد مشير ان يفعلها كان مشير حنفي هيعملها اهي اتردت من حسام وتروح لمشير حنفي وكاد ان يفعلها مشير حنفي في الدقيقه 36 لكن طلعت الشمال لشريف والشريف بيلعبها شريف كراويه بيلعبها لمحمد صلاح ترجع لكرم جابر بيضيعوا الوقت المتبقي وتروح تاني وهجمه في منتهى الخطوره للاسماعيلي وبيشوط كره عرضيه بره يا راجل العبها بالعرض. لو لعبها بالعرض فعلا رضا سيكا اللي هو مدافع كان ممكن لما شاطها من زاويه صعبه جدا. رضا سيكا اتحرك كويس وخد مكان الوينج الشمال كويس برغم لعب سنتر باك
ومن زاويه صعبه حطها، وكان صلاح ابو جريشه وكان مجدي الصياد في اماكن يستطيعوا انهم يلعبوا على الجول احسن من كده. دقيقه 48 وابراهيم حسن كره عاليه مشتركه. وفعلا اعزائي المشاهدين يصفر يطلق جمال الغندور حكمنا الدولي صفارة النهاية في هذا اللقاء المرتقب، معلن تعادل القطبين.